السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الكرة مع حلاوة الكرام، ولقاء جديد معانا في مباراة الأهلي وفلامينجو. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. مباراة الأهلي وفلامينجو امبارح أنا كنت متعصب وما عرفتش أعمل الفيديو صراحة، وأنا بني آدم صريح بحب الصراحة مع حضراتكم. في ان الماتش امبارح كان صعب عليا ان انا اطلع اعمل فيديو، كنت احكم احكام انا في غنى عنها، في العصبيه والنرفزه، وكل جماهير الاهلي ومحبين الكره عامه كانوا متعصبين. انا النهارده مش هتكلم تكتيكي ولا هتكلم فني ولا هقول كولر كان بيعمل ولا كولر كان بيودي. انا هقول اول حاجه جملتين. اسف. شكرا مارسيال كولر، شكرا على الكره الحلوه اللي انت قدمتها، ولكن علامه استفهام كبيره قوي. كواليتي لاعيبه الاهلي وحش قوي في الحته القداميه. عندنا كواليتي بيبان في المحافل الكبيره، الكواليتي ده تشتغل به في الدوري كويس، تشتغل به في افريقيا يمشي معاك، انما الكواليتي ده في المحافل الكبيره لا، الامور صعبه. هتبص على كواليتي فرقتك من الاربع فرق اللي صعدوا، انت اضعف كواليتي فيهم. هتقارن نفسك بفلامينجو. فلامينجو كان بيلعبنا وهو تحس انه داخل الماتش قرفان زهجان متضايق. الناس دي ما عندهاش دوري، الدوري بتاعها لسه ما بداش، بيعتبر فتره اعداد وفتره نقاهه والراجعين من اجازات وكده، والناس دي لعبتنا على الواقف بصراحه. هذا ما يقللش من الاهلي على قدر تقليلي من كواليتي اللعيبه نفسه. بص الكواليتي اللعيبه قدام، بص محمد شريف فين راس الحربه يا خطيب؟ محمود الخطيب ادينا 3 سنين بنتكلم في راس حربه. سنة 2020 رحنا كأس العالم، ضحكتوا علينا وجبتوا لنا ولتر بوالي. الناس تدور على راس حربة نجم، وده جايب لي ولتر بوالي من الدوري المصري ومشي حالك وبتاع. كان يروح الانفراد يرجع قبل ما يروح. 2021 قلت اصل نص الفريق مع المنتخب ونص الفريق مش عارف ايه، وعدت في افريقيا ومشي الحال. 2022 اللي اتلعبت دي، ده كأس عالم 2022 اللي اتلعب ده برضه نفس الغلطة. نقول فين راس الحربة يروح يجيبوا جندوزي، نقول فين مش عارف فين يروح يجيبوا جندوزي، يجيبوا مش عارف مين، يجيبوا يا جماعة فين راس الحربة؟ راس حربة الأهلي من بعد اعتزال عماد متعب وجابليه فلافيو أن ما فيش راس حربة دخل دماغي بجنيه، ولا في الدوري المصري في راس حربة. فين راس الحربة اللي في الأهلي؟ احنا فرقة بكيان بعظمة بكمية الفلوس اللي داخلة عليك بكمية الرعاة، مش عارف تجيب راس حربة واحد ربك. تعال بص كواليتي بينك وبين الهلال. هلال فرقة عربية زيك، شوف ماريجا، شوف إيجال، شوف ميشيل اللي بينزل تغيير، شوف بيفينتو، شوف اللعيبة اللي عندهم، شوف جوستافو في نص الملعب. وفي رغم ده كله بيطلبوا كمان تدعيمات. ما بقولكش روح هات رونالدو، بس هات راس حربة حلو. الاهلي عاوز يعمل ايه؟ عاوز يجيب راس حربة حلو وبفلوس قليلة. مفيش في الكلام ده. الكرة اليومين دول استثمار. معاك فلوس تشتري احسن لعيبة، على قد فلوسك هتجيب لعيبة. برونو روت جبته ب1 مليون دولار على قد فلوسك. هتروح تجيب ايه؟ بيرسي تاو جاي ولولا الاصابه وبتاع وكان جايب 2 مليون دولار. مفيش راس حربه حلو ب 2 مليون ومليون ونص و3 مليون والكلام ده في الايام دي. اقل راس حربه من 5 6 مليون ورايح عشان تقول ده راس حربه محترم. حتى ابو فيسنتي ابو بكار اصلا ما رضيش يجيني. عارف الدنيا، الراجل بياخد فلوس وعاوز امكانياته، عاوز دوري قوي وبتاع. اللي خلاه راح الدوري التركي عشان الدوري التركي بيلعب في دوري ابطال اوروبا وكده، وهيروح يلعب في فرقه تلعب في دوري ابطال اوروبا وقيمه وكده. انما تيجي تدور عندنا احنا ما عندناش مميزات جاذبه لاي حد. النهارده انا قلت لكم مش جاي اتكلم تكتيكي، انا جاي اتكلم في غباء كروي عند اللعيبه. لعيبه الاهلي عندهم غباء كروي يخلوك تبطل كوره. اقسم بالله وانت بتتفرج بره يطلعوك من هدومك. هتكلم عن كولر وصلنا كام؟ ماتش الريال وصلنا كام كوره على الجون؟ عشان يتكلم في تكتيك واقول اصل تكتيك كولر كان كذا وتكتيك كولر كان كذا ومش عارف كولر كان المفروض يعمل كذا. يعمل ايه؟ عد كام فرصه محققه في ماتش انت بتلاعب عظمه افضل فرقه في العالم ووصلت عليها 4 5 فرق محققين، واللعيبه بتاعتك عندها رعونه وعندها عدم ثقه وعندها هي كواليتيهم كده اخرهم كده. انا المفروض ان انا اتكلم عن كولر اقول له ده، اقول له يا كولر انت غلطان ان انت ما وصلت. المدرب يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، المدرب مش عايز يحط جول. المدرب بيوظف تكتيك وفكر وخطط وتحركات لعيبته انه يوصل في الجون. وصل الجون خلاص، ما وصلش الجون دي مشكلتك انت، مشكلتك انت كلاعب مش عارف تجيب جون. انما انا احكم على المدرب لما ما يعرفش يطلع بكره من تحت، البيلد اب بقى ضعيف فيه، بنيان اللعبه بقى مش ماشي معاه، اللعيبه الكواليتي اللي قدام مش عارفين يوصلوا للجون. ماشي،
انا اقول لك لا كولر انت ما عندكش تكتيك، انت تكتيك عقيم، مش عارفين نوصل للجون، مش عارفين بنوصل فرداني، بنوصل على استحياء. شوف فرق ماتش ريال مدريد وماتش بايرن ميونخ من سنتين. بايرن ميونخ انت ما رحتش ركنيه، ما شطتش الشوطه. انت ماتش ريال مدريد ند للدقيقه 90 2-1 والماتش معلق على ان انت تحط هدف تعادل وبتضيع. جافشه وبيرسيتاو وشريف وكهربا وفي بعد الدقيقه 90 خلاص انهيار تام في اللياقه وانهيار تام في كل حاجه. احنا مش جاهزين لياقه زيهم. ريال مدريد ده من عمالقه الفرقه في اللياقه بالذات، دول بيتكلموا لياقه بس. بتكسب اوروبا كلها باللياقه. كسبان السنه اللي فاتت السيتي في اخر دقايق باللياقه، كسبان باريس في اللياقه، كسبان كل ده. فمش هقارنك معاهم باللياقه يعني، بس عايز اكلمك انت لعبت معاهم. ده كله ده ميزه كولر ودماغ كولر وشغل كولر اللي وصلك وتيجي في راس براس. بس هو كولر مش هينزل يحط لك جون. ماتش فلامينجو 1-0 ليهم، قدرت ترجع 2-1. شغل فرص. محمد شريف انطرد منك خالد عبد الفتاح، برضه غباء كروي. يعني انت جاي في ظهر اللعيب وتقف بكعب برجل اللعيب، ده الغباء الكروي اللي انت بتتكلمه ده. وفي الاخر بعد ما خالد عبد الفتاح لبس كارت احمر، خلاص بقى نأمن بقى نلعب بقى. برضه ما رجعتش وما استسلمتش، و2-1 ليك وتدي كرة لمحمد شريف انفراد من تلتين الملعب، جون فيجي ده 7 متر و70 يا عم، انت تلعب فيه طيران ولا عملتش اي حاجه خالص. سبت الدنيا كلها، يا ريتك طلعتها بره، سبت الدنيا كلها حتى في رجل الجون وهو واقف. يعني الجون لا طار لا شمال ولا يمين ولا عمل تراي ولا عمل نفسه فان دام ولا اي حاجه خالص. انت سبت الدنيا كلها رحت حاططها في رجله بطريقه برعونه، بطريقه غريبه. ردت عليك ب2-2 و3-2 ليهم. وطبعا محمد هاني ده يدل لما يقول لك غباء كره وعدم تركيز. بصوا يا جماعه عشان نبقى على المهل كده ونفنطهم، احنا عندنا غباء كره من اللعيبه، عدم تركيز طول الماتش. احنا ما بنركزش في اي حاجه خالص، احنا بنفصل. اللعيب اللي قاعد على الدكه فاصل ماليش دعوه. انا كده محمد هاني قاعد في ماتش فلامينجو عارف انه مش هينزل. لا ده خالد عبد الفتاح بيلعب مش هينزل، مش عامل اعتبار ان خالد عبد الفتاح ده ممكن يتصاب، ممكن ياخد كارت احمر زي ما خد. وارد المدرب يفكر يغير تكتيك فهينزلك. لا ده هو قاعد سرحان نايم بيفكر هنعمل ايه ونروح فين ونروح ونيجي وبتاع. هوب خده قال له خالد عبد الفتاح اتطرد، يلا محمد هاني نزل غمامه. نازل اول احتكاك مع الشناوي وغلطه الشناوي. احنا مش هندافع عن الشناوي وحش في البطوله دي. غلطه بينه وبين محمد هاني ما اتفاهموش مع بعض، تسقط منهم الكره بدروا يحطها جون. بعديها محمد هاني يا ابني حبيبي، ده لسه بنتكلم ونقول اللعيب جوه المنطقه ايده ورا ظهره، لم ايده جوه جسمه. انت فاتح لي ايدك متر. في فار وفي فار الفار وفي دنيا وفي ناس قاعده هناك اوروبيين وقصه، وانت فاتح لي ايدك متر. ايه يا عم الشغل ده يا عم؟ رحت لابس البلنت الثانيه بقت 3-2، مطالب انك تطلع وانك تهاجم. فكر كولر في الدقيقه 90 عارف ان طبعا الوقت الضايع هيبقى كتير، ففكر انه يعمل ايه؟ تدعيمه ممكن تجيب معاه. انزل يا عم ديانج، اللي بقول لك مفيش غباء كوره وعندنا مفيش عدم تركيز. ديانج لسه نازل فاول كوره، عامل التوفيق وعامل الحظ ما يخدموش، هوب يحط الباص جون. ديانج مش اول غلطه، لبست محمود متولي في جون في ريال مدريد برضه هكذا. ديانج انت طول ما انت وشك لورا انت كارثه علينا، انت مصيبه. انت محدش يختلف على امكانياتك البدنيه وامكانياتك الكرويه، بس قدام وشك ناحيه الخصم، وشك لورا لف وشك لورا ناحيتنا احنا وناحيه خط الدفاع، انت مصيبه من مصايب الزمن. بتلعب كور كارثيه. بدر واقف خد الكوره. الناس دي ما بتضيعش زينا، الناس دي عندها الفينش. بربروسا وبيدرو فينش جون. انت بتتكلم في ايه؟ انت فاكر محمد شريف تديله الكره هيضيعها؟ بيودي الشناوي في حته ويحط في حته، انها 4-2 وخلاص خد اللي هو عايزه منك. رغم ان قسما بالله فلامينجو كان في المتناول وتكتيك كولر. انا اول مره اشوف الاهلي من فتره جامده بيلعب كره حلوه قوي كده، قابل فرق بالعمالقه دي، قابل ريال مدريد بعظمته، قابل فلامينجو بقوته وقوه امريكا الجنوبيه في الالتحامات والقوه البدنيه واللعب، ولاعيبه الاهلي جزه ولعبه وبتاع. عبد القادر ده انا اول مره اشوف الحلاوه دي، بيدوسوا 1 على 1 ويعدي. ده شغل مدرب، ده تطور مدرب مع اللعيبه. انما الاهلي مشكلته في كواليتي اللعيبه. بتمنى من اداره الاهلي، عشان كنت طولت عليكم انا اسف، بتمنى من اداره الاهلي تبص للفرقه دي وللتدعيمات وترحمنا بقى من تدعيمات ال 3.5 جنيه دي. انتوا فرقه بيطلعوا فائض 2 مليار وفائض مليار وفائض مش عارف ايه. هاتوا لنا لعيب واحد، احنا عشمانين في لعيب مهاجم نظيف، مهاجم حلو.
الباقي ده مش امورنا بيه، بس عايزين مهاجم محترم محترم. هو الموسم ده هيعدوا بحلو ووحش، ان فتره القيد قفلت خلاص. من اول الموسم الجديد في الصيف باذن الله بنتمنى من اداره الاهلي ان نجيب لنا مهاجم نضيف. واسف على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.